يوسف أسامة نبيه لاعب ظلم نفسه فعليا على أرض الواقع. ليه؟ كان بيلعب في الزمالك وأظن الوقت دوت كان يقدر جدا يلعب مستريح قوي على مشلاك وعلى مصطفى شلبي، لأن كانت قدراته حلوة وكان سريع مهاري شوية بيشوط، كان في كذا ميزة، ولكن ضيعها بعناده أو بعدم تفكيره شوية. إن الزمالك في أزمة، الزمالك ما بيجيبش لعيبة، الزمالك مثلا الحال دلوقتي معاه مش قوي من الناحية المادية لأنه بيسد ديون عليه. كان ممكن يقدر يقعد، ولكن هو فضل يروح بيراميدز، ولما راح بيراميدز قعد ما بيلعبش هناك. ليه؟ من كتر الناس الموجوده في مكانه. يعني عندك في مكانه ابراهيم عادل، وعندك في مكانه رمضان صبحي، وعندك في مكانه دلوقتي كمان عبد الرحمن مجدي. انت هتلعب على مين ولا مين؟ زائد ان انا جايب صفقه من بره، مش يعني من الاخر جايب والعبه عليك على اللي موجود. فانا شايف ان يوسف اسامه نبيه ظلم نفسه. اتمنى يراجع نفسه، واتمنى لو في مكان يقدر يرجع زي ما سيف جعفر رجع مكانه، اتمنى ان كمان يرجع يوسف اسامه نبيه لنادي الزمالك، والزمالك اولى بيك، وخصوصا انك ما عملتش مشكله يعني في مشيانه.